او في خيال الشاعر هي رؤيه. يعني كل امراه راها هي نموذج للمراه المثالي، او نموذج للامراه مثل اعلى او نموذج اعلى. هي جزء من هذا الموديل، وبالتالي دايما بالظبط موديل، وبالتالي دايما صوره المراه في قصيده لشاعر متميز ايا كانت المراه دي اللي ورا القصيده، سواء كانت حقيقه او متخيله، هي في النهايه هي رؤيه للمراه وليست هي المراه. يعني هو بيبدا بالمراه، انا مع حضرتك، يبدا بالمراه لينتهي الى، يعني يبدا بالمراه الحقيقه لينتهي الى المراه المثال، او الى المراه الخيال، او الى المراه النموذج. فتبص تلاقي المثير ورا القصيده دي امراه، بس تطلع في النهايه مش امراه، تاخد في النهايه من القصيده مش المراه اللي هي المثير، اللي هي المثير اللي هي ما قبل القصيده، اللي هي امراه ماشي يعني هي عمليه تدرج، بالظبط، تدرج ذهني. وبقدر نجاح الشاعر في ان هو يعمل افق واسع بين المثال الجزئي وبين المثال المطلق او النموذج المطلق، بقدر ما يحقق من نجاح في الكلام، وبقدر تجربته ما تبقى خالده. لان انا كقارئ ايه اللي يساعدني في قصيده الشاعر؟ هل النموذج اللي هو شافه واثر فيه وانا شخصيا مش ويمكن النموذج ده اثر فيه، ممكن لو انا قابلته ما كانش ياثر فيا بالظبط، ما يسرنيش، لكن هو بيضغط عليا بايه؟ بنموذج هو مؤمن بيه وانا مؤمن بيه والاستاذ احمد مؤمن بيه وحضرتك مؤمن بيه وكلنا مؤمنين بيه، لانه مثل اعلى قابل للتحقق داخل هذه الجزئيه. هو مثل مطلق يحلق كل ما هو جزئي. وده فعلا انا لبست النقطه دي عنده، يعني لذلك انا وقفت عند ديوان سيده الفصول في دي من انا قلتها مجرد ما قرات الديوان. احنا اتفقنا من اول مره قال في شعر الاستاذ المراه في سيده الفصول. سيده الفصول. لا، اصل المراه في سيده الفصول هي امراه واحده، محليا امراه واحده، ورؤيويا امراه واحده، وبالتالي تجربه المراه في هذا الديوان هي قصيده واحده. تفتكر؟ لكن لا، هي مثل اعلى واحد. ماشي. لكن يعني شوف هقول لك حاجه، هو ينطلق من الجزء الى الكل، ايوه، ثم يعود للانطلاق من الكل الى الجزء مره ثانيه. ماشي، بس هو المراه الاخرى التي غمرته فيما قبل القت بظلالها كاملا على الديوان كله. ده شيء يخص اسماعيل عقاب ولا يخص المطلق. ماشي، بس انا كمستصيغ لشعره يعني ومحب ليه ومن دراويشه زي ما بيقولوا. اتصور ان سوالف النساء في تجربه الاستاذ اسماعيل القت بظلالها يعني تقدر تقول تكرست كلها في هذه المراه في هذا الديوان بالتحديد. لكن القصيده كانت انتقاله كبيره جدا، انتقاله حتى في اللفظيه، لفظيا مش تجنيح، انه خدنا فعلا لعالم تاني، لعالمي بشكل مكثف جدا. هو فعلا كده مكثف جدا. هو من في القصيده دي بالذات انا حسيت انه فعلا عنده قوه آثرة اخذتنا في القصيده دي، غيرت عشان تنقلنا العالم تاني بعد كده. انا ما قريتش شعر بعد كده ليه، بس هي هذه القصيده كانت انتقاله كبيره، حتى طريقه البناء مختلفه عن كل القصائد اللي قبل كده. اللغه مختلفه، البعد الرمزي اعلى جدا، البعد الرمزي جدا عميق، رغم ان هو بعد لكن في عمق يثير فينا الاحتشاد زي ما هو بيحب يسمي دايما. بيحب يوقع عليها عشان بيحب. طب انا لا مؤاخذه كمل يعني ايه اذا كان في تحزب هنا، تحزب شديد جدا، يعني رغم ان كلمه تحزب ما تصلحش للمنطقه، لكن هي في تحزب شديد جدا وتحفز واحتشاد كبير قوي لملكاته السابقه، او ما ملكت يمينه السابقه من النساء في هذا يعني عارف عرض صوره عالي جدا جدا، ما ملكت وجدانه بالظبط. فاحنا هنا قدام يعني ظاهره شعريه شويه احنا لم نلمس في الشعر اللي قرناه في 20 سنه. هذا الايه، هذه الانتقال التي يحسها القارئ
بالك احنا بنقرا شعر يعني الى حد ما، الى حد ما، لكن ملكه اللي هو الحشد ده في حاجه واحده. اذا انا يهيأ لي ان هذه القصيده اخذت منه مثلا عشان يكتبها 3 4 5 6 شهور عشان تتحط على الورق، عشان تطلع بهذا السموق. هو المسيطر على الديوان فعلا يبدو، وان كان كتب الديوان عبر سنوات ممكن تبقى متناثره الى حد ما، ممكن بس هو كان عنده نضج. ايوه هي اللحظه اللي كانت ايوه، وكان عنده عمق في الرؤيه نتيجه خبرات سابقه، وكان عنده وحده في التجربه. بمعنى اتفضل ان هو تشعر ان التجارب كلها خرجت من مشكاه واحده، من رحم واحد، ماشي. ما تحسش ان في يعني ايه، ما تحسش ان في مجموعه من القصائد في وادي ومجموعه ثانيه في وادي ثاني. لا واحده، لا القصائد كلها في وادي واحد، مش من حيث الموضوع، لا من حيث الرؤيه. يعني مش الموضوع اللي بيفرق، لا خالص. اصل انت مش تقدرش تقول يعني هو دايما عند الشعراء الموضوع سابق على بالظبط، يعني تتكلم في الموضوع بعدين تتكلم في الاسلوب الفني. لا هو في الديوان ده تتكلم في الفن اولا لان الفن واحد. تجد ان معظم قصائد الديوان كلها امراه، في سيده الفصول كلها امراه، واخد بال حضرتك؟ ولذلك هو في الديوان اللي فات كان بينطلق من الجزء الى الكل. في الديوان ده كان الكل عنده تشكل، اللي هو المثل الاعلى للمراه تشكل، او النموذج الفوقي. انا بيتهيألي هذا يرتبط ايضا بمرحله رؤيه ومرحله عمر، مرحله عمريه معينه وتجربه. التجربه اللي كان بيمر بيها في الفتره دي ربما ساهمت في كده، ساعدته. اتصور انه في زي ما تقول الموديل اللي احنا بنقوله ده كان في تصوره من وقت طويل بس مش عارف يوصل له، او يعني لم ياتي الوقت الذي يصل انا إليه. عندي فكره بسيطه. انا مش اسف لما اقول لا، هو زي انت بتقول برضه، هو برضه الوقت والعمر خلى النموذج ينضج اكتر ويتضح اكتر. يعني مثلا اقول لك على حاجه، ابسط المساله شويه. لو قرانا مثلا صوره المراه في هي والبحر، هي والبحر ديوان ساري جدا بدلاله المراه، يعني من الدواوين اللي حظيت بحركه نقديه شديده، وهو يستحق فعلا. لكن لما تتامل صوره المراه في هي والبحر هتنطلق من جزئيات الى كل. ماشي. يعني المراه في مجموعه من القصائد معروف دي توجهها ايه وجايه منين ومين المراه وايه صورتها وايه الضغط اللي ضغطته على نفسيه الشاعر او على وجدان الشاعر، والمنطقه اللي المراه بتتمركز فيها. مجموعه من القصائد الثانيه هتلاقي لها توجه ثاني، وهكذا. فلما تحلل صوره المراه في هي والبحر هتنطلق من جزئيات الى صوره كليه. لما تحلل صوره المراه في سيده الفصول هتلاقي النموذج الكلي واضح من القصيده الاولى، والنموذج ما بيتغيرش في القصائد. ما كان يرنو اليه في خلال يعني تنطلق من الجزئيات. نستطيع ان نقول ان هذه هنات وفي الاخر خرج هذا البركان اللي شكل الكليه. ممكن لكن بتلاقي النموذج ده واضح من البدايه. ايوه نموذج كلي. لا ما هو ما فيش في شعره. احنا كنا بننطلق من الجزء الى الكل، دلوقتي بترجع تنطلق من الكل الى الجزء. يعني لما تقرا مثلا القصيده الاولى طيف على ليل المدينه، تجد الشاعر هو العنوان فيه المدينه، لا العنوان فيه المدينه، ماشي. عنوان القصيده ماشي. ولكن الصوت اللي في القصيده صوت المرأة. ايوه القصيده امرأة، بطل القصيده امرأة. حتى المدينه القصيده بتقوم على صوتين تفاعل درامي، وهنا بيستفيد من البنيه الدراميه. البنيه الدراميه هنا بين صوتين، صوت الرجل وصوت المرأة. تجد ان المرأة هنا هي المرأة المستعصية العصية المتعالية المتكبرة. ده عشان ايه؟ عشان يظهر نرجسيته ايضا، عشان حتى النمط. لا يمارس رجولته وفروسيته ونرجسيته على المستعصية. النرجسية وسيلة مش غاية. النرجسية وسيلة مش غاية. هو احنا قلنا سمت فارس. لا هو النرجسية أداة وظيفية وليست. انت معايا ولا ايه يا استاذ؟ يعني انا ما يشغلنيش اذا كان دي دلاله على النرجسيه اسمها العقاب او لا. مش هي دي القضيه. لا خالص. انا القضيه ان النرجسيه هنا جزء من اليات القصيده عشان تحقق غرضها في الاخر. التصعيد. فهي وسيله وليست اللي هو تصعيد درامي. هي وسيله وليست غايه. القصيده بتقوم على تفاعل درامي او على صراع درامي بين صوتين، صوت الشاعر صوت الخاص، وهي اللي هي صوت المراه العصيه او المراه هو العصيه المستحيله. تمام. ده حلو. فبيحدث الحوار، والحوار بيتنامى ويتصاعد، ثم تتعالى عليه، ثم تتكبر عليه، ثم وتحاول ان تستهلكه، وهو يحاول ان ينال منها، فهي التي تريد ان تنال منه دون ان تدفع المقابل.
فلما في النهايه يعني انفته وشعوره برجولته او نرجسيته اللي نسميها نرجسيته تمنعه او تأبى عليه، فيبدا يسلك طريقه للتحقق خارج هذه الذات. هو كان يريد ان يتحقق، داخل هذا الصوت اللي هو صوت المرأة، فلما وجدها تستعصي عليه فتحقق خارجها، ولما تحقق خارجها هي التي اتت اليه، هي التي رغبت فيه، هي التي انصاعت له، فتأبى عليها حينئذ. واخد بال حضرتك؟ العنوان هنا طيف على ليل المدينة لم يأتي هباء، العنوان هنا في ذكاء. ده عنوان كمان ايه؟ في ذكاء. هو ليه قال ليل المدينة؟ لأن لفظ